كان يا مكان، كان في ولد اسمه يوسف، ولد شطور وأمور، دايما بيسمع الكلام. وبعدين جه في وقت وبطل يسمع كلام ماما. يا يوسف تعالى خلص طبق السلطة بتاعك جنب الأكل. يقول لها لا أنا مش بحب السلطة، أنا عايز بس شوية كاتشب كده أو شوية مايونيز وهيبقى الأكل حلو قوي. يا يوسف خد يا حبيبي، سلطة دي مفيدة، فيها فيتامينات وفيها ألياف عشان تبقى قوي يا يوسف. يقول لها لا 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 أنا مش بحب الحاجات دي. طيب يا حبيبي أنا جبت لك فاكهة جميلة. يقول لها لا أنا عايز أشرب عصير، أنا عايز أنزل أشتري عصير من السوبر ماركت. يا حبيبي ما ينفعش كل الحاجات ناخدها كده. لا يا ماما أنا عايز أجيب عصير من السوبر ماركت، أنا مش عايز أكل فاكهة من اللي في البيت، أنا مش بحب طعمها. فضل يوسف كده حبة كتير مش بيسمع الكلام. في يوم من الأيام ماما بتصحيه عشان ينزل المدرسة بتاعته الصبح، لقيت لونه مش حلو كده، وتحت عينيه مش حلو، وكمان عضلاته شكلها ضعيفة كده، فين القوة؟ قالت له يا حبيبي اسمع الكلام، أنا حضرت لك أكل صحي في اللانش بوكس بتاعك علشان خاطر تاكله، أكل مفيد يخلي عندك قوة وتخلص الساندوتشات بتاعتك عشان تبقى قوي. قال لها يا ماما أنا إيه، مش كل الحاجات دي أنا بحبها، أنا هاكل الحاجات اللي أنا بحبها. قالت له يا حبيبي اسمع الكلام، خد الحاجات المفيدة الجميلة وكل على قد ما تقدر، وحتى لو ما قدرتش تخلص اللانش بوكس كله لما ترجع من المدرسة كمله. المهم نزل يوسف المدرسة بتاعته، وهو ماشي في طريقه كده رايح المدرسة قابل واحد صاحبه واقف في الشارع، وواقف معاه ولد وحش عمال يعاكسه مش عارف يمشي بسببه. راح يوسف علشان خاطر يدافع عن صاحبه ويخليه يقدر يمشي. راح كده عايز يزق الولد الوحش دوت، مش قادر يزقه، لقى نفسه ضعيف كده وهمدان مش قادر. يا ريتني كنت اكلت السندوتش اللي ماما قالت لي خده الصبح قبل ما انزل، او كنت شربت كوبايه اللبن الجميله اللي ماما عاملاها. اعمل ايه دلوقتي؟ لقى بابا واحد صاحبهم معدي، راح منادي عليه الحقنا يا عمو الحقنا يا عمو. فجاء عمو مشى الولد الوحش دوت وزعقله، وخلى يوسف وصاحبه يقدروا يمشوا عشان يروحوا المدرسة. روح يوسف فعلا المدرسة، وكان عنده اليوم دوت امتحان في الفصل بتاعه. وهو قاعد في الامتحان قاعد عمال يحاول يركز كده ويفتكر الحاجات اللي كانت عنده. ايه ده، 10 زائد 15 كانوا كام يا ربي؟ طب اجمع الخمسة على الواحد ولا اجمع الخمسة على الصفر؟ مش عارف. طب ولا ازود عليهم 7؟ ايه اللي جاب ال7 هنا اصلا؟ انا مالي مش عارف اركز كده ليه؟ وبعدين بقى فضل قاعد كده مش عارف يركز ومش عارف يفتكر، لحد ما الوقت خلص والميس قالت يلا هاتوا الورق بتاعكم. اخدت الميس الورق عشان تصحح الامتحان. بتبص كده، ايه ده، يوسف ازاي جايب الدرجات الوحشة قوي دي؟ نادت عليه تعالى يا يوسف، ايه المشكلة يا حبيبي، ليه ما بقتش شاطر زي الاول ومش عارف تركز؟ قال لها مش عارف يا ميس، انا مش عارف افتكر اي حاجة خالص. الحقيني يا ميس، بطني بتوجعني قوي قوي. الميس بسرعة اخدته وراحوا للدكتور بتاعة المدرسة. الدكتور كلمته، مالك يا يوسف يا حبيبي، ايه المشكلة؟ قال لها مش عارف، بطني بتوجعني قوي ودماغي مصدعة وعايزة انام، وكمان الصبح معرفتش ادافع عن صاحبي، وكان عندي امتحان ما كنتش قادر افتكر اي حاجة ولا اركز. قالت له طب قولي كده، انت فطرت الصبح؟ قال لها لا، ماما كانت عامله لي ساندوتش وانا ما رضيتش اكله، وكانت كمان مديني كوبايه اللبن بتاعتي وانا ما رضيتش اشربها. قالت له طب انت اكلت ايه النهارده؟ قال لها وانا جاي الصبح اشتريت عصير شربته، وكمان جبت شيبسي اكلته. قالت له ده مش اكل صحي يا يوسف، ما انت علشان كده مش عارف تركز، وعشان كده كمان ما كانش عندك قوه تدافع بيها عن صاحبك، وكمان ما قدرتش ان انت تقعد في الامتحان، واكيد العصير اللي انت شربته ده ما كانش نظيف، وكمان الشيبسي ده ما كانش نظيف، علشان كده وجعلك بطنك. المفروض يا حبيبي ان احنا ناخد الحاجات الجميلة اللي موجودة في البيت، الحاجات الصحية، والشيبسي والعصير ده تبقى مرة واحدة كده، مش كل يوم. وكمان لما ناخده ما ناخدهوش قبل ما نفطر، لازم نفطر الاول. طب نفطر ايه؟ نفطر ساندويتش بيض، نفطر فول، نفطر جبنة جميلة، ونقطع جنبيهم خضار حلو كده علشان خاطر يساعدنا يبقى عندنا فيتامينات تخلينا أقوية، عشان يبقى عندك عضلات قوية وتقدر تدافع عن نفسك وتدافع عن أصحابك. قعد يوسف يفكر شوية كده، لقى فعلا كلام الدكتورة صح،
ما هو ده نفس الكلام اللي ماما بتقوله. طب انا هجرب اسمع كلامهم كده واشوف ايه اللي هيحصل. فعلا بدأ يوسف يسمع الكلام، وكل يوم قبل ما ينزل يروح المدرسة الصبح ياخد الساندوتش بتاعه وياخد لبن اللي ماما مديهوله أو ياخد عسل، وبعدين يروح المدرسة بتاعته. لقى نفسه عارف يركز وعارف يفهم كويس ويفتكر كويس. كان بينسى كتير قوي ومش عارف يفتكر. في يوم من الأيام كده الصبح صحى من النوم، ماما قالت له الله يا يوسف، ده انت شكلك حلو قوي النهارده، بص ما شاء الله وشك بقى حلو ازاي، ورجعت يبقى شكلك فيه صحة فيه نشاط. قال لها يا ماما انا فعلا حاسس ان انا عندي عضلات قوية. قالت له ايوه فعلا انا شايفة عضلاتك بقت جميلة قوي. قال لها خلاص يا ماما انا هبقى اخد بالي بقى من الاكل المفيد وانام بدري، ومش هقعد عند الموبايل ده خالص قبل ما انام، ولا هقعد قدام التلفزيون. انا قبل ما انام ممكن اقرا قصة كده، او اقعد افتكر الحاجات بتاعتي وارتب حاجاتي، واقعد في السرير هادي كده من غير ما امسك الموبايل في ايدي عشان اعرف انام كويس واقدر اركز كويس. قالت له برافو عليك يا يوسف، دي فكرة حلوة جدا. نزل يوسف بعد ما فطر واخد الشنطة بتاعته ونزل علشان يروح المدرسة. وهو ماشي في الطريق قابل عماد صاحبه، فقال له الحقني يا يوسف الحقني، في ولد وحش اخد شنطتي وجرى وانا مش عارف الحقه. جرى وراه يوسف بسرعة ورا الولد الوحش ده، وراح ماسكه من ايده جامد جدا جدا كده، لدرجة ان الولد الوحش ده ايده وجعته قوي، وراح واخد منه الشنطة وراجع بسرعة مرجعها لعماد صاحبه. راح المدرسة كان عنده تقييم، قعد يحل التقييم بتاعه كده، لقى نفسه عمال يفتكر كويس، وافتكر وحل. وتصوروا سلم الورقة بتاعته أول واحد خلص التقييم وجاب الفول مارك. الميس كانت مبسوطة منه جدا جدا جدا. قالت له طيب يا يوسف، بما انك انت بقيت شاطر كده، ممكن تقول لأصحابك انت عملت ايه عشان اصحابك الجمال يستفيدوا يبقوا شاطرين زيك؟ لان طبعا المفروض لما حد فينا يعمل حاجة حلوة يعلمها لكل اصحابه، علشان كلنا نبقوا بنستفيد وكلنا نبقوا حلوين زي بعض. فيوسف قال لها يا ميس انا حابب ان انا اساعد اصحابي. فوقف قدام الفصل بتاعه وقال لأصحابه انا هقول لكم انا بقيت بعمل ايه. انا بقيت بصحى بدري وافطر قبل ما انزل المدرسة، واكل الاكل الصحي اللي ماما حطهولي في اللانش بوكس بتاعي، ولما بروح بتغدى الغدا المفيد اللي ماما قالت عليه، ومش باكل اكلات من بره، ومش بشتري حاجات كتيرة من السوبر ماركت زي ما كنت بشتري الاول. وكمان بقيت اقدر اركز في الدروس بتاعتي واركز في الدراسة بتاعتي، وبقى عندي قوة، وبقيت اقوى واحد في التمرين بتاعي كمان، والكابتن بتاعي قال لي برافو عليك. وعلشان كده انا بقول لكم على الحاجات اللي انا قدرت اعملها واستفيد بيها عشان انتوا كمان تستفيدوا بيها. ومن كده يوسف عرف ان هو المفروض ياكل اكل صحي وينام وقت كفاية وما يمسكش الموبايل وما يقعدش قدام التلفزيون، علشان يقدر يكون قوي ويكون ذكي ويكون شاطر، وكمان بقى شكله حلو وبقت عضلاته ظاهرة، يعني بقى بطل. وعلشان كده لازم كلنا ناخد بالنا من الأكل الصحي ومن النوم الوقت الكفاية، وكمان ما نقعدش قدام الموبايل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.